انت راك تضيع غير في وقتك لما سمعتش هذه النصيحه. لازمك تركز على مجال واحد، التصوير الفوتوغرافي، خاصه كان كنت مبتدئ وجديد في الدومين. عندنا بزاف مجالات في التصوير الفوتوغرافي، منها تصوير المنتجات، تصوير العقار، لاندسكيب، بورتري، بزاف المجالات. اول حاجه العتاد، كل دومين الماتريال اللي يسحقوا. باغ اكزومبل عندنا في تصوير العقارات لي موبيلي راح تسحق بزاف ستابيليزاتور، الوايد لينس بارابور اللي يصور برودكت راح يبازي بزاف على الاضاءه. ثاني حاجه راح تكون واحد الخبره في هذاك المجال، لانه راك راح تجرب فيه بزاف وراح تغلط، ولو كان ما تغلطش ماكش راح تتعلم، لانه الغلطه اكثر حاجه راح تعلمك. التجربه هي الحاجه الوحيده اللي راح تعلمك اكثر من اي كورس، اكثر من اي محتوى راح تتعرض له. ثالث حاجه تبني اسم ليك وتولي معروف اكثر في التخصص تاعك، راح تولي مقصود مقارنه باي واحد مشتت في المجال تاعو. باش نوضحوا هذه النقطه، اللي حتجرب بزاف مجالات، مي في الاول والاخر لازمك تركز على مجال واحد تخدم عليه. الا عجبتك لا فيديو ما تنساش سيف ابوني، والقادم اقوى باذن الله، لانه رانا حاليا مدايرين واحد السلسله تصوير فوتوغرافي ثم نبداو فيها من الصفر حتى لواحد المستوى مقبول، تتعلم اساسيات ونصائح وتوجيهات تقدر تفيدك وتقدر تتجنب عليك اخطاء قادر تطيح فيهم في المستقبل ان شاء الله.